أعزائي المشاهدين والمتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا على موعد مع حلقة ضرب نار. النهاردة من هنا من استوديوهاتنا على الهواء مباشرة من بيتنا العزيز هعمل معاكم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا إن شاء الله دور ال16. القرعة إن شاء الله الأصلية المفروض إن هي هتتعمل يوم 16 من شهر نوفمبر الحالي إن شاء الله، لكن احنا قلنا نستبق الأحداث ونسبق الاتحاد الأفريقي واعمل معاكم القرعة من هنا من بيتنا العزيز. فقبل اي حاجة ان شاء الله عايزكم تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان ما تفوتوش حلقة من حلقاتنا، واعملوا لايك وشير للحلقة في كل مكان على قد ما تقدروا. بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وبعد كرمه علينا القناة هتكبر وهتزداد بيكم يا جمهورنا العزيز. فبدون كلام كتير خلونا ندخل في التفاصيل وخلونا ندخل على قرعة دور المجموعات، وانزل بالانترو يا نجاتي. زي ما انتم عارفين يا جمهور العزيز ان دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا بيبقى متقسم لاربع مجموعات، كل مجموعه بيبقى فيها 4 فرق. وطبعا الاتحاد الافريقي زي ما انتم عارفين مش زي الاتحاد الاوروبي ويقول لك ان احنا هنجنب الفرق اللي من نفس البلد ان هي تبقى مع بعض في نفس المجموعه، لا الموضوع هنا مفتوح على البحري. لو الاربع فرق اللي في المجموعه من نفس البلد ولا اي حاجه تمشي عادي، والبطوله هتمشي زي السكينه في الحلاوه. طبعا الاتحاد الافريقي قبل القرعه بيبقى مقسم الفرق دول ل4 مستويات على حسب نتائجها في آخر 5 سنين في البطولات الأفريقية. وفي الموسم ده الاتحاد الأفريقي قسم ال16 فرقة اللي معانا ل4 مستويات. في المستوى الأول جه الأهلي من مصر، الترجي من تونس، الوداد البيضاوي من المغرب، والرجاء البيضاوي من المغرب. في المستوى الثاني هنلاقي عندنا صن داونز من جنوب أفريقيا، الزمالك من مصر، حورية كوناكري من غينيا، وبيترو أتلتيكو من أنجولا. في المستوى الثالث هنلاقي عندنا سيمبا التنزاني، شبيبة القبائل من الجزائر، شباب بلوزداد من الجزائر، والهلال السوداني من السودان. في المستوى الرابع والأخير هنلاقي فيه عندنا القطن الكاميروني، المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي، وفايبرز الأوغندي. ولو جيت بصيت على ال4 مستويات حتى المستوى الثالث والرابع هتلاقي انه في فرق ليها باع طويل وليها تاريخ كبير في البطولات الافريقيه، وده لو هيدل على شيء فهيدل انه ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي هتبقى بطوله قويه وبطوله هنستمتع بيها كلنا. خلينا اقول لكم دلوقتي احنا هنعمل القرعه ازاي عندنا هنا. طبعا انا جايب اي حاجه في بيتنا العزيز تنفع ان هي تكون اوعيه للمستويات، فانا جايب كده 4 ادوات من منزلنا العزيز تنفع ان هي تبقى مستويات لل4 مستويات. طبعا دول 4 اوعيه هنحطهم كده اهو، وقسمت الفرق ل4 مستويات. ده فرق المستوى الاول زي ما قلت لكم، الرجاء البيضاوي من المغرب، مش عارف الصوره جايبها ولا لا، الرجاء البيضاوي من المغرب، الترجي من تونس، الترجي الرياضي من تونس، الوداد البيضاوي من المغرب، والأهلي فريق العزيز من مصر. طبعا دول فرق المستوى الأول هنحطهم كده عشان برضو يبقى الموضوع قدامكم اهو. ادي الوعاء بتاع المستوى الأول اللي أنا بحط فيه فرق المستوى الأول. ادي وعاء المستوى الاول معانا. المستوى الثاني هيبقى معانا فيه حورية كوناكري من غينيا، بيترو اتلتيكو من انجولا، الزمالك من مصر، وصن داونز من جنوب افريقيا. برضو نفس الكلام، هنحط برضو ال4 فرق في الأوعية بتاعتهم. حبيت ان انا اجهز قدامكم علشان يبقى الموضوع قدامكم فير تماما اهو. المستوى الثالث زي ما قلنا هيبقى فيه الهلال السوداني، الهلال
السوداني، شبيبة القبائل الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري. طبعا عايز اقول لكم ان هيبقى فيه هنا احتماليه انه فرقتين من مصر الاهلي والزمالك يقعوا مع بعض، وفرقتين من السودان الهلال والمريخ يقعوا مع بعض، وده لانه الفرق دي في مستويات مختلفه. لكن مثلا الفرقتين بتوع الجزائر شباب بلوزداد وشبيبه القبائل في المستوى الثالث، فمفيش امكانيه ان هم يقعوا مع بعض في دور المجموعات. ونفس الكلام الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي الاثنين في المستوى الاول، فبرضه مفيش امكانيه ان هم يقعوا مع بعض. اخر فرقه معانا في المستوى الثالث اللي هي سيمبا التنزاني، وفرق المستوى الرابع فيتا كلوب الكونغولي اهو، فيتا كلوب الكونغولي، فايبرز الأوغندي، فايبرز الأوغندي، المريخ السوداني، والقطن الكاميروني. طيب طبعا احنا عارفين ان احنا زي ما بتحصل برضه في القرعه الرئيسيه بنسحب الاول ابتداء من المستوى الرابع، المستوى الثالث، المستوى الثاني، المستوى الاول. هيبقى في عندنا 4 مجموعات، المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، والمجموعه الرابعه. هنسحب اول حاجه ابتداء بالمستوى الرابع. الفرقه اللي هنسحبها الاول هتروح دايركت للمجموعه الاولى، بعد كده المجموعه الثانيه، الثالثه، والرابعه، وهكذا. طيب خلونا بقى دلوقتي نبتدي ان شاء الله مع بعض القرعه، ونبدا بفرق المستوى الرابع. طبعا اول فرقه احنا هنسحبها ان شاء الله دي هتروح على طول على المجموعه الرابعه اهي. المجموعه الاولى عفوا هتروح في المجموعه الاولى على طول، المريخ السوداني، المريخ السوداني في المجموعه الاولى. نسحب برضو فرقه تانية من فرق المستوى الرابع عشان تروح للمجموعه الثانيه. معلش طلع 2، نعيد القرعه من تاني. فير، احنا بنسحب قرعه فير اهو اهو. فيتا كلوب الكونغولي، مش عارف الصوره باينه ولا لا، الاضاءه. فيتا كلوب الكونغولي في المجموعه الثانيه، يبقى دي المجموعه الاولى، دي المجموعه الثانيه. اتبقى عندنا فرقتين نسحب ما بينهم من فرق المستوى الرابع. القطن الكاميروني، القطن الكاميروني في المجموعة الثالثة. وآخر فرقة معانا في المستوى الرابع واللي هتبقى في المجموعة الرابعة فايبرز الأوغندي، فايبرز الأوغندي. يبقى في المجموعة الأولى في عندنا المريخ، في المجموعة الثانية في عندنا فيتا كلوب، في المجموعة الثالثة في عندنا القطن الكاميروني، وفي المجموعة الرابعة في عندنا فايبرز الأوغندي. ننتقل دلوقتي بقى لفرق المستوى الثالث. طبعا الفرق برضو زي ما قلنا اللي هنسحبه دلوقتي يروح المجموعة الأولى والثانية وهكذا. فهنشوف دلوقتي مين اللي هيروح للمجموعة الأولى مع المريخ السوداني. نقلب كويس. في المجموعة الأولى سيمبا التنزاني، سيمبا التنزاني في المجموعة الأولى مع المريخ السوداني، سيمبا التنزاني. نسحب الاسم الثاني اللي هيبقى موجود في المجموعة الثانية مع فيتا كلوب الكونغولي. شبيبة القبائل الجزائري، شبيبة القبائل الجزائري في المجموعة الثانية مع فيتا كلوب. باقي عندنا اسمين. نسحب دلوقتي الاسم اللي هيروح للمجموعة الثالثة مع القطن الكاميروني. شباب بلوزداد الجزائري، شباب بلوزداد الجزائري. وأخيرا في المجموعة الرابعة مع فايبرز الأوغندي
هيتبقى عندنا الاسم الأخير الهلال السوداني. الهلال السوداني في المجموعة الأخيرة مع فايبرز الأوغندي. يبقى لغاية دلوقتي عندنا في المجموعة الأولى المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في المجموعة الثانية شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي، صحيح. وفي المجموعة الثالثة القطن الكاميروني وشباب بلوزداد الجزائري. وفي المجموعة الرابعة والأخيرة هيبقى في عندنا الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي. نسحب بقى فرق المستوى الثاني. صن داونز من جنوب أفريقيا، الزمالك من مصر، بيترو أتلتيكو من أنجولا، وحورية كوناكري من غينيا. الفرق اللي هنسحبها دلوقتي هتروح للمجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني والمريخ السوداني. الزمالك من مصر. الزمالك من مصر في المجموعة الأولى مع سيمبا التنزاني والمريخ السوداني. الزمالك المصري، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني، مجموعة يعني لغاية دلوقتي معقولة للزمالك. المجموعة الثانية أو الفرقة الثانية اللي هتروح للمجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. الفرقة الثانية بيترو أتلتيكو الأنجولي. بيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائري وفيتا كلوب الكونغولي. الفرقة الثالثة اللي معانا اللي هتروح للمجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري والقطن الكاميروني. حورية كوناكري الغيني. حورية كوناكري الغيني مع شباب بلوزداد والقطن الكاميروني. واخر فرقة في المستوى الثاني صن داونز هتبقى مع الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي. صن داونز من جنوب افريقيا مع الهلال السوداني وفايبرز الأوغندي. يبقى لغاية دلوقتي عندنا في المجموعة الأولى الزمالك المصري، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني. في المجموعة الثانية بيترو أتلتيكو الأنجولي، فيتا كلوب الكونغولي، شبيبة القبائل الجزائري. في المجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري، القطن الكاميروني، حورية كوناكري الغيني. وفي المجموعة الرابعة والأخيرة في عندنا الهلال السوداني، صن داونز الجنوب أفريقي، وفايبرز الأوغندي. آخر مستوى، المستوى الأول، رؤوس المجموعات: الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، والرجاء البيضاوي المغربي. الفرقة اللي هنسحبها دلوقتي هتروح للمجموعة الأولى مباشرة مع الزمالك المصري، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. اوبا، اللي انا كنت خايف منه حصل. اللي انا كنت خايف منه حصل. الاهلي المصري، شيء انا بتفائل بيه الصراحه. الاهلي المصري، او كلنا كاهلاويه بنتفائل بيه ان احنا نبقى موجودين مع نادي الزمالك في مجموعه واحده. الاهلي المصري، لانه تقريبا كل المرات اللي احنا تواجهنا فيها او تواجدنا فيها مع الزمالك في دور المجموعات، كل المرات الحمد لله قدرنا ان احنا نتوج بالبطوله في الاخر. فالمجموعه الاولى الاهلي المصري، الزمالك المصري، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني، مجموعه قويه جدا. يعني 3 فرق عربيه، مجموعه قويه جدا، مجموعه الاهلي والزمالك. الاسم الثاني واللي هيروح للمجموعه الثانيه شبيبه القبائل الجزائري، بيترو اتلتيكو الانجولي، وفيتا كلوب الكونغولي، الترجي التونسي. الترجي التونسي في المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائري، بيترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي. في المجموعة الثالثة شباب بلوزداد الجزائري، القطن الكاميروني، حورية كوناكري الغيني، الرجاء البيضاوي المغربي. الرجاء البيضاوي المغربي. وفي المجموعة الرابعة والأخيرة الوداد البيضاوي المغربي، والهلال السوداني، وفايبرز الأوغندي، وصن داونز الجنوب أفريقي. مجموعة قوية جدا برضو، الوداد وصن داونز والهلال. إذا دول ال4 مجموعات في دوري أبطال أفريقيا. زي ما أنتم عارفين بيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة. المجموعة الأولى الزمالك والأهلي، سيمبا والمريخ. المجموعة الثانية بيترو أتلتيكو، الترجي، شبيبة القبائل، وفيتا كلوب. المجموعة الثالثة شباب بلوزداد، حورية كوناكري، القطن الكاميروني، والرجاء البيضاوي. والمجموعة الرابعة الهلال السوداني، الوداد البيضاوي، صن داونز، وفايبرز الأوغندي. دور مجموعات قوي جدا،
وفي انتظار بقى القرعة الأصلية يوم 16 إن شاء الله، وهنشوف هل في مجموعات متشابهة زي اللي احنا عملناها ولا لا. لو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشير، وما تنساش تعملوا سبسكرايب تحت وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان تشوفوا أي حلقة احنا بننزلها. واعملوا بقى لايك وشير للحلقة على قد ما تقدروا، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله وحدوتة جديدة من حواديت الرياضة. السلام عليكم.